مرحبا بكم اخواتي لمحبات الوصفات بدون روتينات. جبت لكم واقترحت عليكم الفيديو هذا. راح يكون خفيف ظريف اللي هو راح نشوفوا معايا وصفة جراتان شوفلور او جراتان او شوفلور في الفرن. حنديروه بطريقة سهلة وبسيطة. نجيبوا راس البروكلو تاعنا اكيد ننظفوه، نحطوه فرن من الاحسن، نقلي معاه شوية تاع الفخيت بالشكل اللي حبيتوه. يعني قليو بطاطا دوائر ولا هكا بالشكل دي فخيت. نحضروا صلصة الجبن او كريمة الجبن، مغرف زبدة على حسب الكمية، مغرف زبدة. انا استعملت 2 مغارف فرينة. راح نحمصهم مليح كما تعرفوا، يعني الطريقة اكيد. اللي عندها فيونداشي ولا بلوند بولي سكالوب، يعني تقدر تحمصوا قبل ما تضيف الفرينة. نضيفوا اكيد الحليب تاعنا لهنا على حسب الكميه يعني اللي راح نحتاجوها. نخلطوا مليح على النار، نخليوه حتى يعني تبدا تغلي هاد الكريمه، يعني تبدا تتماسك. مباشره نحيتها من على النار، نضيف عليها بيضتين كما قلت على حسب الكميه. اذا استعملتوا نصف الكميه يعني حتنقصوا اكيد في المقادير. استعملت لهنا حطيت الجبن، اكيد مادام صلصه الجبنه هي تحتاج يعني كميه مليحه تاع الاجبان. اذا توفرت يعني عندكم انواع تقدروا تستعملوا كل الانواع كميات يعني قليله. لهنا كما تشوفوني ضفت انايا فروماج رابي، كانوا عندي نوعين رابيتهم وضفتهم الخليط. راح نتحصل على صلصه يعني بنينه ما شاء الله. وهذا الطبق هذا راح يجي خفيف هايل، يعني انا عجبني اكثر من اللي يكون يعني هذاك البروكلو اللي نقليوه ونديروا له المرق. هذاك تاني مليح، مي انا جاني هذا اسهل وجاني اخف. والبنه يعني ما نهضروش يجي هايل. ضفت فلفل اكحل، ضفت ملح، ضفت معدنوس. لهنا نحتاج للتزيين جبن مبشور. اذا ما كانش يعني تقدروا تكتفيوا فقط بالكميه اللي حطيناها في الصلصه. اذا نحط البروكلو تاعي هو الاول في اسفل الطبق، نضيف من فوق البطاطا. كما نعرفوا الاولاد ما يحبوش بزاف البروكلو، ما كي حنديروه بالطريقه هذه وسيرتو كي ندخلوا لهم بطاطا مقليه راح يجيهم يعني بنين. يعجب هذا الطبق الكبير والصغير. اللي تحب طبق يعني يكون اكثر صحي يعني اكثر، تقدر هذيك البطاطا تفورها يعني وتستغني عن القليان. الطريقه هذه سهله. ضفت يعني شويه تاع المعدنوس من فوق، وضفت رشه تاع الجبن المبشور. نرميها في الفرن. انا كنت يعني قسمت الكميه تاعي على طبقين باش ما تجيش يعني يجي هكا خشين بزاف، يجي يعني السمك تاعو مليح برك كما كنت تشوفوا لهنا. هذه هي الطريقه سهله يعني اسهل من هكا ما كانش. يعني ما يحتاجش اللحوم بالطريقه هذه ويجي هايل. واذا توفرت نقدروا يعني نزيدوا اللمسه هذيك تاع كما قلت فيونداشي ولا صدر الدجاج ولا حيجي تاني هايل. لهنا راني حمرت وطيبت ساعه شويه من تحت، من بعد طفيت عاودت شعلت له من فوق. حمرت هذه تحميره خفيفه. وهذا هو الطبق يعني الطبق تاعي في صحن التقديم. يعني يعجبني بزاف هاي الخفيف وراح يعجبكم اكيد. جربوه وما ياخدش يعني وقت. من الاطباق راح يعني تعتمدوها اذا جربتوها. وشوفوا يعني لهنا هذا الطبق كنت حمرته مليح الوجه تاعو شهي، يعني يجي هايل في المنظر وفي الذوق. والى اللقاء في فيديو اخر.